السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ صافا بخير، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. بزاف تاع الناس كيبغيو يتعلموا اللغة، وبما ان اللغة ولات شي حاجة من الضروريات في هذه الحياة. يعني على الاقل حتى لما تقنتيهاش المهم تعرف الاساسيات، فهمتيني؟ خصوصا اللغة الانجليزية اللي هي لغة عالمية، واللي يعني دابا العالم كيدوي بها. يعني واخا تقدر تلقى هندي، تقدر تستعمل معاه اللغة الهندية، اللغة الإنجليزية، أمريكي، إسباني. يعني كل شيء دابا ولا منفتح ومقبل أنه يتعلم اللغة الإنجليزية. ماشي بالضرورة أنك تكون ماستر ولا محترف، يعني لواحد الدرجة كبيرة وكتدوي بحالهم نيت، فهمتيني؟ بلاكسنت ولكن المهم على الأقل تكون قادر أنك تفتح محادثة وتدوي وتفهم شنو بغى يقول لك الطرف الآخر. هذا هو الأهم من اللغة. شوية بشوية بنادم كيتطور، فهمتيني؟ كيطور المهارات ديالو، كيطور لاكسنت ديالو. وبما أن بزاف مقبلين أنه كيتعلموا اللغة، فأن فضروري أنه يعني خصك بعض الخطوات اللي غدوز منهم. وكاين بزاف ديال الناس اللي مثلا كيبداو من انبوت، يعني كيبداو من المدخلات، يعني كيسمع بزاف الكونتينو، يعني بالانجليزيه، يعني كيبدا من الاول هكا، كيسمع بزاف ديال المحتوى. ولكن انا بالنسبه لي هذا هو الخطا اللي كيديروه بزاف ديال الناس. يعني كيبداو من المدخلات انه كيسمعوا بزاف اللغه، يعني قبل ما يشرعوا انه يتعلموا يعني العبارات وفوكابولير وداك الشيء كامل. يعني هذا واحد الخطأ. يعني أنا بالنسبة لي بنادم يتعلم هو الأول البازيك ديال ديك اللغة، مثلا اللغة الإنجليزية، تعرف البازيك ديالو، تحفظ البازيك ديالو. يعني تحفظ يعني العبارات والجمل والفوكابولير ديال ديك اللغة هو الأول. مثلا أنا نقول لك، مثلا إلا بديتي من انبوت، مثلا من المدخلات. مثلا أنا من بلي مثلا كنتفرج في الأفلام الهندية. يعني شحال انا كنتفرج في الافلام الهنديه، يعني كنسمع الهنود كيهضروا. واش تعلمت اللغه الهنديه؟ ما تعلمتش، فهمتني؟ غير كلمات وصف، واخا كنسمع ليها بزاف، غير كنعرف غير كلمات. علاش؟ حيت ما عنديش واحد الفوكابولير، ما حفظتش واحد الفوكابولير، واحد الباسيك، واحد باش فاش غنسمع دوك يعني الكلمات. يعني كنولي واخا ما فهمش يعني العبارة كاملة، ولكن كنفهم يعني سميتو المعنى الكامل، فهمتيني؟ واخا ما كنفهمش شنو كيقولوا بالضبط، ولكن من خلال داك البازيك اللي عندي، العقل كيحاول يكمل من عنده، وكيحاول يعني دوك العبارات وداك الشيء اللي كتعلمت كيحاول ينسق بيناتهم باش تفهم شنو كيقول داك يعني داك السيد اللي كيدوي. وبالتالي فمن الضروري انك تحفظ واحد البازيك هو الاول من الاول، واحد الفوكابيلير، انك يكون عندك واحد البازيك هو الاول، عاد تنتقل الانبوت، فهمتيني؟ تسمع يعني لي فلوغ، وتسمع الناس اللي كيدويو ديك اللغة. ومن بعد عاود تانية كان انبوت وكان اوتبوت. فاش ودنك غتولف ديك اللغة، وغتولي يعني اكتسبتي واحد البازيك، يعني سمعا يعني خصوصا في سمعا، ويكون عندك واحد البازيك ديال الفوكابولير. يعني كتنتقل لواحد المرحلة أخرى اللي هي الأوتبوت. عاود تاني هي الحيت مهارات الانبوت واوتبوت، يعني واحد جوج مهارات مختلفين بزاف. كيصحاب ليه صافي إلا كان كيفهم الطرف الآخر فإنه باستطاعته أنه يدوي. لا، نهار تقرر تدوي غتلقى واحد المشكل كبير. غتلقى راسك صافي ما تقول غير جوج كلمات، صافي كتولي لسانك مجمد، ما قدرش تكمل. وبالتالي فمن الضروري انه من بعد ما يعني تحفظ الباسيك، تسمع المحتويات، من بعد غتنتقل الاوتبوت، يعني المخرجات كيف ما كنقولها. غتولي
خاصك تدوي، يا تدوي بوحدك مع الكاميرا ديال التليفون، يا تدوي المهم تدوي تخرج داكشي اللي واخا تخطأ ماشي مشكلة، الخطأ جزء من التعلم، جزء من البروغريسيون. فهمتيني، الأخطاء عادية، غتخطأ وتبقى عاوتاني كتفكر في ديك الجملة حتى تجيك في بالك باش تقولها، فهمتيني. المهم كتريني العقل ديالك واللسان ديالك باش يكون فلوينتي كتر. وبالتالي كاين عاوتاني واحد الطريقة ديال الشادوين، انك مثلا كتصنت لواحد الفيديو، كتوقف داك الفيديو كتعاود مورا داك السيد مثلا داك الكلمة ولا ديك الجمل اللي كيقولها، كتعاود موراه. فهمتيني. وبالتالي فكاين يعني مراحل، بزاف ديال المراحل باش تتعلم شي لغة، يعني كيف ما كانت هي، سواء إنجليزية، إسبانية، إيطالية، ولا ألمانية، ولا أي لغة اللي بغيتيها. كاين واحد المراحل ما خصكش يعني تفوت مرحلة، خصك دوزهم مرحلة بمرحلة. والأهم من هذا الشيء كامل ماشي تبدأ من input، خاصك تبدأ أنك تحفظ سميتو، تحفظ واحد الباسيك هو الأول، عاد تنتقل للمراحل الآخرين. وبالتالي فاللغة، فكما كتعرفوا أن اللغة الإنجليزية، دابا كندوي على اللغة الإنجليزية اللي هي مهمة جدا في هذا الوقت. وبالتالي فالإنسان على الأقل يتعلم الباسيك، يتعلم ويكون عنده ولو غني في متوسط في ديك اللغة، وشوية بشوية مع الأيام، مع توالي الأيام. راه اللغة اللي فيها صعيب، اللي صعيب فيها هو أن الاستمرارية، أنك تكون كونسيست. المهم الاستمرارية، أنك واخا تقرا 10 دقائق في النهار وأنك مستمر فيها، يعني أفضل من أنك مثلا تقرا ساعة هذا النهار وسير ما عرفت فوقاش غادا. فهمتيني، الاستمرارية هي كل شيء، هي اللي كتعطي النتائج. 10 دقائق في كل نهار وبنادم هاد اللغة خصك ترجعها بحال واحد جزء من الحياة ديالك، وانت ماشي زربان ولا شي حاجة، فهمتيني. كل يوم تعلم شوية، 10 دقائق، 15 دقيقة، ومع مرور الأيام غتلقى واحد النتيجة كبيرة، وغتلقى واحد التحسن كبير، فهمتيني. وتحياتي لكم أخوتي، وكنتمنى أننا نلتقوا في فيديو آخر.